السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه ديال المعقوده. كنت ديجا درت واحد الوصفه ديال المعقوده في فيديو اخر ولقات الحمد لله واحد الاستحسان يعني واعجاب ديال الناس. واليوم ان شاء الله بغيت نقدم وصفه جديده ديال المعقوده بطريقه مختلفه، والخاصيه اللي غادي تكون فيها هي انها ما كتحتويش على البيض في الوصفه نهائيا. ما غاديش نديروا فيها البيض نظرا لان بعض الناس عندهم حساسيات او ما كيبغيوش البيض. المهم غادي نديروا لهم هذه الوصفه ان شاء الله ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاج واحد نص كيلو ديال البطاطا. الكميه كتبقى بطبيعه الحال على حسب اللي بغيتو. انا هنا غندير نص كيلو ديال البطاطا. عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس مفروم، معلقه كبيره ديال الجبن الكريمي للدهن او ممكن التعويض ديالو بجبن مثلث اولا جبن مربع، فص ديال الثوم، ملح، فلفل اسود اولا البصل الاسود، الفلفل الاحمر الحار اولا السودانيه. هادو بالنسبه للمقادير اللي غادي نديروهم مع البطاطا. من بعد ملي غادي نشكل دوك الكويرات ديال البطاطا اولا ديك كفته ديال البطاطس بحال كيسميوها في بعض البلدان، غادي ندوزها في واحد الخليط ومن بعد عاد غادي نقليها في الزيت. وهذا الخليط هذا كيتكون مناياش من الماء، معلقه كبيره ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم اولا الكركم باش نعطيوه اللون، ماشي الملون الاصطناعي لا، الخرقوم يعني هذا الكركم اولا الخرقوم، والتحميره اولا البابريكا اولا الفلفل الاحمر الحلو، وكذلك معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه اولا البيكين باودر، معلقه صغيره فقط ماشي الكيس كامل. هادو هما المقادير اللي عندنا. غادي ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها هي التحضير اولا كيفاش نسلقوا البطاطا من بعد ما قشرناها بطبيعه الحال قطعناها على هذا الشكل هذا، يعني قطع متوسطات الحجم، وغادي نسلقوها في الماء يكون غليان وملح. كاين الطريقه الثانيه اننا نسلقوا البطاطا بها بالقشره ديالها باش ما تشربناش الماء، ولكن اذا درناها بحال اللي درتها انا هنايا قشرتها وقطعتها غادي نوريكم الطريقه كيفاش اللي خاصكم تتبعوها باش ما تشرب لكمش الماء. دابا نسلقوها عادي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هانتوما شوفوا معايا، سلقت البطاطا بحال اللي شفتوا من قبل، صفيتها مزيان من هذاك الماء اللي كان بقى فيها. في نفس الكاسرونه اولا في نفس الانيه فاش طيبنا البطاطا كنرجعوها النار بطبيعه الحال كتكون مطفيه تماما، غير في داك الصهد اللي باقي حيت طابت البطاطا كيبقى داك السخونيه في مازال في الطنجره ومازال في البوطه بطبيعه الحال. شوفوا مين كندير بحال هكا كتسمعوا هاد علاش كندير هاد العمليه هذه؟ باش نشف البطاطا تماما من الماء، غير هي حدا معها غير ما النار ما كنشعلوهاش نهائيا، غير في داك السخونيه ديال الطنجره وكنديروا لها بحال هكا باش ما تلصقناش بطبيعه الحال في الطنجره. وهاد العمليه هذه كنديرها فقط باش البطاطا تنشف لي تماما من الماء. الا درتوا البطاطا بها بالقشره ديالها سلقتوها ما غديروش هاد العمليه هذه بطبيعه الحال. من بعد ما نشفت هذيك البطاطا بحال اللي شفتوا بديك الطريقه اللي وريتكم، هي يعني خطوه مهمه باش تكون البطاطا ناشفه. كندوزوها في الطاحونه هذه ديال اليد حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا بحال اللي كتشوفوا. هي احسن طريقه باش كيخرجنا، ما ديروش بالطاحونه الكهربائيه، الطاحونه ديال اليد فقط. دابا غادي نديروا لها الملحه، البصل الاسود اولا الفلفل الاسود، والسودانيه اولا الفلفل الاحمر الحار، كتبقى على حسب الكميه وعلى حسب الذوق. كذلك عندي المعدنوس مفروم بحال هكا. غادي نضيف الثومه اللي غادي نديرها مهروسه بحال هكا. غادي نخلط هاد العناصر هادو ديالي كاملين وغادي نجمع بهذاك الجبن الكريمي اللي وريتكم من قبل اولا الجبن المثلث اولا المربع. هذا درناه باش نتفاداو الاستعمال ديال البيض بالنسبه بحال اللي ذكرت الناس اللي ما بغاوش البيض. غادي نزيد هذاك الجبن وغادي نجمع، نحاول نجمع بيدي لان بيدي غادي نتحكم فيها بطريقه احسن. من بعد ما حصلنا على هاد العجينه هذه ديال البطاطا غادي نشدو وغادي نديرو كويرات متوسطات الحجم على هذا الشكل هذا تقريبا، وغادي نبسطوها شويه، ما كتبسطش بزاف تتولي رقيقه على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نكمل بنفس الطريقه باقي العجين اللي عندي. من بعد ما كملت الكويرات ديالي بحال اللي كتشوفوا درتهم فوق واحد الصينيه مغطيه بالبلاستيك الغذائي، وغادي نغطيهم، غادي نخليهم في المجمد واحد المده ديال 30 دقيقه اولا نص ساعه، وعاد نقليهم باش يكونوا لي شادين راسهم ونتفادى انهم يتحلوا لي في الزيت.
بالنسبه للخليط اللي غادي ندوزو فيه دوك الكويرات اولا ديك الخبيزات ديال المعقوده، فهو كيتكون من الدقيق، معلقه ديال الدقيق، معلقه ديال النشا اولا المايزينا، غادي نديرو شويه ديال الملحه، وغادي نضيف الخرقوم اولا الكركم، وشويه ما غنديرش بزاف، شويه ديال التحميره، يعني الخرقوم يكون غالب. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه اولا البيكين باودر. غادي نخلط هاد العناصر هادو مزيان. اذا احتاجينا نزيدو شويه ديال الخرقوم نزيدوه، لانه هو ماشي بحال داك الزعفران الملون، ما كيعطيش اللون بحال الزعفران بحال الملون، ولكن كيبقى صحي اكثر. نخلطوا هاد العناصر هذه كامله، وغادي نبداو في اضافه ديال الماء بشويه بشويه حتى نحصلوا على واحد الخليط ما هو ثقيل بزاف ما هو خفيف بزاف. غتشوفوا كيفاش غادي يكون. من بعد ما وجد عندنا داك الخليط، الكرات ديال البطاطا بحال اللي كتشوفوا خرجتهم من المجمد، وغادي ندوزهم بحال هكا بالمساعده ديال جوج ديال الفرشيطات بحال هكا. غادي نديرهم في الزيت اللي تكون زيت نباتيه، نكون سخنتها من قبل، وغادي نبدا كنقليهم على بركه الله. بحال اللي شفتوا في الكاسرونه عندي هنايا اولا في شي مقله كتكون فيها زيت نباتيه سخونه. غادي ندوز انا اللي نقلي هاد الكويرات ديالي بعد ما دوزتهم في هذاك الخليط على هذا الشكل هذا حتى يتحمروا ويطيبوا من جوج ديال الجهات. المعقوده ديالنا بعد ما طيبناها تحمرت على جوج ديال الجهات، كنديروها فوق شي طبق اللي يكون فيه الورق النشاف ضروري باش داك الفائضه ديال الزيت يتحيد لنا. كيجيو على هذا الشكل هذا اللي نديرهم، كيجي على هذا الشكل نظرا لان فيهم الخرقوم بحال اللي شفتوا. اللي ما بغاش يديروا ما يديروش، يعني كيبقى اختياري. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، جربوها. اي تساؤل او استفسار خليوهم في التعليقات ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ديروا اعجاب، وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني او سبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.